لو سألت غالب الناس أكثر ما يعلم من اسم النبي صلى الله عليه وسلم لقال لك محمد بن عبد الله. ماذا بعد ابن عبد الله؟ ما في شيء. هذا أقصى ما يعلم. وربما يتعجب الإنسان حين نذكر له أن الرسول قال في هذا الموطن كذا أو في هذه السيرة كذا، يتعجب ولا يصدق. لماذا؟ لشدة جهلنا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن بهذه المناسبة ندعو أنفسنا للاطلاع على هذه السيرة، للتعلم منها، للبحث في تفاصيلها، لأنه لا يوجد شخص نحن مأمورون بالاقتداء به واتباع هديه واقتفاء أثره أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.